رسميا تم طرح جيلي جيومتري سي الكهربائية في مصر عن طريق أبو غالي الوكيل الرسمي لعلامة جيلي. صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناة وبسم الله نبدأ. جيلي جيومتري سي هي عربية من فئة الكروس اوفر مدمج الحجم، والعربية بتتقدم في مصر بفئتين، والفئتين بيشتركوا مع بعض في كل حاجة تقريبا، لكن الاختلاف الوحيد بيكون في البطارية. الفئة الأولى بتكون بطاريتها بسعة 53 كيلو واط، وبتقدر تمشي لحد حوالي 400 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وبتشحن من 20% لحد 80% في حوالي 36 دقيقة من خلال الشحن السريع. أما لو هتشحنها شحن عادي فهتستغرق حوالي 5 ساعات ونص. أما الفئة التانية فالبطارية بتكون بسعة 70 كيلو واط، وبتمشي لحد حوالي 550 كيلو متر بالشحنة الواحدة، وبتشحن من 20% لحد 80% في حوالي 42 دقيقة شحن سريع. ولو هتشحنها شحن عادي فهي هتستغرق حوالي 7 ساعات ونص. أما بالنسبة للمحرك الكهربائي فهو بقوة 150 كيلو واط، ما يعادل 201 حصان. أما عزم الدوران فبيكون 310 نيوتن متر، وبحسب كلام الوكيل العربية بتوصل من 0 لسرعة 100 في حوالي 7.7 ثانية، وأقصى سرعة للعربية بتكون 150 كيلو متر في الساعة. أما بالنسبة لأبعاد العربية فالطول بيكون 4 متر 43، أما العرض فبيكون متر 83، وطول قاعدة العجلات بيكون 2 متر 70، والارتفاع بيكون متر 56. أما ارتفاع العربية عن الأرض فبيكون 14 سنتي، وسعة الشنطة الخلفية بتكون 259 لتر، وده رقم تقدر تقول عليه بكل بساطة إن هو صغير. أما أبرز التجهيزات اللي العربية بتيجي بيها فهي بتيجي بمفتاح بصمة وستارت انجن وسقف بانوراما غير قابل للفتح، وكمان بتيجي بشاشة ترفيه وسطية بحجم 12.3 بوصة. أما شاشة المعلومات اللي أمام السائق بتكون 5 بوصة، وكمان العربية بتيجي بنظام صوتي مكون من 8 سماعات من شركة بوز، وتكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق، وكمان بيكون فيه كاميرا عشان تسجل الأحداث اللي بتحصل في الطريق. أما بالنسبة لوسائل الأمان فبصراحة العربية فيها كل حاجة انت ممكن تحتاجها. فيها 8 ايرباجز و ABS و EBD و HBA و TCS و ESC و EBS، وكمان فيها نظام اي بوستر بريك سيستم اللي بيتميز بسرعة الاستجابة واستعادة طاقة الكبح او الفرملة، وكمان العربية فيها بلاين سبوت اسيست كشف النقط العامية، وفيها كل وسائل الامان اللي ممكن تحتاجها. وبصراحة مفيش اي تقصير في وسائل الامن والسلامة. واخيرا والاول مرة تحصل من توكيل وتحصل في مصر ان العربية بتتسعر بالدولار مش بالجنيه المصري، عشان اول فئة يكون سعرها 37,000 دولار، ودي البطارية اللي بتكون سعتها 53 كيلو واط. أما سعر الفئة التانية اللي ببطارية 70 كيلو واط فسعرها بيكون 39,000 دولار، والضمان بيكون 150,000 كيلو أو 3 سنوات، مع ضمان 8 سنوات للبطارية أو 150,000 كيلو أيهما أقرب. فهل أنت عندك استعداد تشتري جيومتري سي بسعر يتخطى ال1,000,000 جنيه في الوقت اللي لسه ما حصلش انتشار كبير لأماكن شحن العربيات الكهرباء؟ وكمان للعلم توكيل جيلي مش بيدعم العربيات بتاعته بشكل كبير، والكلام ده شفناه بعد تقديم جيلي كول ري وجيلي اوكافانجو، وشفنا التخبط اللي حصل من التوكيل وعدم توفيره للعربيات دي، بالرغم من ان العربيات كانت موجودة ومتوفرة عند الموزعين لكن كانت بأوفر برايس. فهل انت عندك استعداد تاخد الريسك ده ولا لأ؟ بنتمنى نسمع آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات، وما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى وتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا لكم على المتابعة، ودمتم بخير وصحة وعافية يا رب.